عزيزي وعزيزتي، اهلا وسهلا بيك في فيديو جديد مع الاعظم. النهارده عندنا ملخص للاسبوع كامل وكل الاحداث اللي حصلت فيه. بس قبل ما نبدا الفيديو حابب اقول لك لو صلى على النبي وبعدين نشوف ده. اشترك في القناة وفعل زر الجرس واعمل كمان اعجاب، يبقى انت راجل محترم. اتمنى يكون عجبك. اي نعم تلوث سمعي بس خليك معايا. عندنا ملخص النهارده للاسبوع، عايزك كده تركز وتروح عشان الحلقه دي نار. في شويه كلام عن شويه صفقات كده الاهلي جايبهم، فايه روق عشان في حلويات. وما تنساش بقى اللايك الجميل، وزي ما الراجل قالك يعني سبسكرايب كده والدنيا الجميله دي. واول حاجه حابب اتكلم عنها هي ضحكه حفيظ دراج يا جدعان في المونديال. الراجل ده لما بيضحك كل بتوع الكوره عارفين، يعني كل اللي بيتابعوا الكوره عارفين، يعني حاجه كده بتروق على الماتش. اصلا تعليقه على الماتش بيخلي له طعم تاني. نبدا باول الفرق اللي خرجت من المونديال. عارف انت لما تبقى صاحب الكوره وما بتعرفش تلعب، صاحب الكوره وصاحب الملعب وصاحب كل حاجه وما بتعرفش تلعب، هتتفرج يعني مش هتعرف تعمل حاجه. فهم لعبوا وخسروا. قطر خرجت من المونديال رسمي لانها خسرت من السنغال من شويه. هل بقى نخش على الماتشات كده والحركات اللي حصلت في الماتشات. العجلات الالمانيه، اقصد الماكينات الالمانيه، هم عجلات كده كده خلينا متفقين، لان هم بيحاولوا يدعموهم على قد ما يقدروا فيدعموهم. هم راخرين بقوا عجلات. كانوا عايزين يدعموا وعملوا كده على اساس احتجاج على قطر ان قطر بتكمم افواههم. حبيبي العجله الالمانيه، احب اقول لك التزم بتقاليد البلد اللي انت رحت فيها، ودي حريه الراي اللي انتوا بتقولوا عليها كغرب يعني عامه. مش دي مهمتنا. خدوا على عينهم من اليابان والسعوديه اللي عملت انجاز عظيم. انا ما قدرتش اتكلم عنه لان انا كنت في كليه، وفكرت بعد كده ان شاء الله يعني لو حصل حاجات زي دي هبقى افكر اسجل في الكليه بقى. امري لله. السعوديه في انجاز تاريخي عظيم، كسبت الارجنتين. البرازيل كسبت امبارح، فوز طبيعي البرازيل تكسب. صربيا قدمت اداء كويس، صربيا منتخب قوي، بس انت بتتكلم في البرازيل يعني، وكور في العارضه وحاجات كده نار. البرازيل عملت توني مره اتصاب في كعبه، الاصابه بتاعه الكعب في الوقت المعتاد من كل سنه، بس السنه دي عشان كان كاس العالم متاخر. وانجلترا اقول لك على حاجه، الكارت الاصفر ده فضح القضيه اللي هي ملهاش اي 30 لازمه. كله يقول لك انا مش هضحي بنفسي ولا هضحي ان انا اخد انذار عشان ادعم حد، وكله رفض ان هو يلبس الشاره عشان ما ياخدش الانذار. ده اللي حريقهم قوي، فاهم ان هم مش قادرين يدعموا العجلات اللي هم عايزين يروجوا لهم بين شعوبنا العربيه. احب اقول لك ما تتسقش وراهم. اسمع، ما تتسقش وراهم. خليك كده، ليك شخصيتك، يلا ليك هيبتك. ما تتسقش وراهم، انت مسلم. وروديجر، انا عايز افهم حاجه، جوندوجان وروديجر انتوا مسلمين ازاي؟ روديجر ده المفروض ان هو مسلم وراح عمل عمره، فانت انت ايه يا اسطى؟ صباح الفل ايه؟ ولا انت فاكر الاسلام معنى يعني هو اجنبي فما نقدرش نعيب عليه؟ ممكن يكون ما يعرفش الاسلام كويس وما يعرفش الحاجات دي كويس، بس فاهم، مع ان كل اللي بيسلموا الاجانب بيبقوا عارفين الاسلام كويس. بس دي مش مشكلتنا. كسبت انجلترا، كسبت اسبانيا 7، وخسرت الارجنتين، كسبت البرتغال. عم كريستيانو متألق من عم كريستيانو طبعا. اي حد ما يشجعش البرتغال ما هو الا صعلوق، لا يستحق ان يتكلم معنا. اتكلم معانا لما تبقى برتغالي يا حبيبي. انا بشجع البرتغال بس وكنت بشجع المانيا والبرازيل، بس بعد المانيا الحركه اللي عملتها ما بقيناش نشجع المانيا لان البرتغال والبرازيل. حتى لو المانيا كسبت وتاهلت وعملت مش عارف وصلت نهائي، ليس لنا الا البرتغال والبرازيل، عم كريستيانو وعم فينيسيوس. يا هم البرتغال والبرازيل مفيش كلام بعد كده. الارجنتين دي للناس الارجنتين ايه يا جدع وبتاع ايه وبس. يعني ده كان الملخص، ده اهم المنتخبات اللي الناس بتتابعها. طبعا بقى في منتخبات الجزائر والمغرب اتعادلوا، وتونس مش عارف عملت ايه، والله مش متابع قوي يعني، بس المغرب اتعادلت. مش عارف اقول لك ايه الصراحه. مش متابع المنتخبات العربيه قوي. هي السعوديه عشان عملت ضجه، وقطر عشان صاحبه البطوله طلعت، والمغرب لان انا متوقع ان المغرب تعمل حاجه كويسه. السنغال كسبت
قطر وتعادل، خسرت الماتش الاول بس كده يعني. فاهم؟ نخش بقى النادي الاهلي، الحراره، الحاجات الجامده دي، الحاجات الجميله الحلوه. فاكر جويلهيرمي بيسولي او جيليرمي بيسولي او بيسولي؟ كنا اتكلمنا عنه في فيديو قبل كده في القناه اللي اتقفلت، او القناه اللي قبلها، اللي كان في قناتين اتقفلوا ودي التالتة يعني. فانت لو مش عامل اشتراك اشترك، انت لو فاكر ان دي قديمه فلا، فدي جديده يا حبيبي، اشترك تاني واعمل لايك يا ريت يعني، يا ريت. كنا اتكلمنا عنه قبل كده وقلنا الواد ده هداف والبرازيل ومش عارف ايه، وشارك في المنتخبات الصغيره وكده، كانوا بيقولوا ان هو جاي في الصيف بس ما جاش. افتكر الاسم ده كويس عشان شبه رسمي انتهى. هو ومارسينيو اللي الناس كلها معتقده انه مش عارف ايه، لا بس مارسينيو شبه انتهى هو كمان. بس انت ما تفهمش مارسينيو ده حواراته ايه ولا نيته ايه. بيسولي صغير في السن لحد ما، كويس في الكوره، راس حربة هداف، بيلعب براس كويس، بيلعب رجل الاتنين، شويته هكذا يعني. اي حاجه بنقولها على اي مهاجم قبل ما يجي. طبعا احنا ما بقيناش نحكم على مهاجمين ولا لاعبين الا بعد ما يجوا هنا ونشوفهم هم بيأدوا، ونشوفهم مع الفريق وكده لا عارفين. ديفيد فوفانا الله اعلم، الامور بتبتعد شويه. لاعب مستني عرض اجنبي قوي، لو ملاش عرض اجنبي قوي يجي النادي الاهلي عشان يسوق نفسه في النادي الاهلي، فلو جه هيبقى عشان يسوق نفسه يمشي تاني. بس كده، هو ده كان كل حاجه حصلت. طبعا الاهلي هيلعب الاسبوع الجاي، الزمالك غالبا هيلعب بكره، مش فاكر، ايوه هيلعب بكره غالبا. مش عارف اقول لك ايه والله. فظل كاس العالم ده، فتابعونا عشان يجي كل جديد، تابعوا كل جديد وما يقعش منكم حاجه. واعمل لايك واشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، او عشان واحد مطفي يعني. اعمل لايك كده، اعمل واحد عشان نستمر بقى ونعمل تجديدات اكتر واكتر. في حاجات جايه جديده هنعملها جديده ان شاء الله، فاستنى هتشوف كل جديد يعجبك. اتمنى يكون الفيديو عجبك، متنساش اللايك وشير وسبسكرايب. شكرا لك انك كملت لحد هنا، ومع السلامه.